تأمنا كم في سورة يوسف هذه الكلمة هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تأمن والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ونا مفعول به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وقبلها لا نافية، ولا نافية نعلم بأنها لا تعمل شيئا في الفعل المضارع، يعني يبقى الفعل مرفوعا. فأصل الكلام ما لك لا تأمنون، تأمنون. جربوها بفمكم لو سمحتم. تأمنون. ثقيلة شيء ثقيلة. توالى فيها 3 أحرف غنة متحركة، توالى فيها 3 أحرف غنة متتالية. مانونا، مانونا، مانونا. فكان الناطقون في زمن النبوة يتخلصون من هذا الثقل بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يسكنوا الحرف الأوسط اللي هو النون الأولى، ليس تسكينا إعرابيا وإنما تسكينا للتخفيف من أجل الإدغام، تماما كما يسكن أبو عمرو الرحيم مليكي. فلما يسكن الميم من الرحيم وأصلها الرحيمي، سكنها لا من أجل الإعراب وإنما من أجل التخفيف للإدغام. كذلك الأمر هنا، من العرب من سكن الحرف الأوسط اللي هو النون الأولى، فلما سكنت وبعدها نون متحركة إذا التقى متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام. وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. هذه لغة، هذه من قواعد اللغة. أعيدها: إذا التقى متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام. فما ربحت وليكتب. انتبهنا كيف؟ فهنا لما سكننا الحرف الأوسط وهو النون والتقى بنون بعده أدغمنا النون في النون. ونحن نعلم بأن من خصائص النص القرآني أن النون المشددة فيه بحاجة إلى إيه؟ إلى غنة ممطوطة، أليس كذلك؟ مطولة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. لا، ما في وأخفي يعني. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، طبعا بالطريقة الأولى المتلقى أن يبقي الناطق شفتيه مضمومتين صورة. انتبهنا كيف؟ سأنطقها لكم بعد قليل. الطريقة الثانية ألا يسكن الحرف الأوسط وإنما يسرع عنده قليلا، اللي هو الاختلاس. اللي هو إيه؟ الاختلاس. ويقال له روم مجازا، لكن هو اختلاس، لأن الروم محله فين؟ في الوقف. الروم محله في الوقف، والاختلاس محله فين؟ في الوصل. نعم. يهدي ونعمة ويخصمون وتعدوا، كل هذه الكلمات في علم القراءات اختلاس ولا روم؟ اختلاس. نعم. والروم يكون في الوقف. ففي الكتب يقولون عن تأمننا فيها إشمام وروم من باب التجوز في العبارة. التجوز يعني التساهل. كيف يكون ذلك؟
يكون ذلك بأن يسرع المتكلم قليلا عند الحرف المختلس بالنسبة لما جاوره من الحروف. سأشرح ذلك فيما يلي. نرى على اللوحة بارك الله فيكم أصلها تأمننا، وهي فعل مضارع مرفوع استثقل توالي 3 أحرف غنة متحركة. شفتوهم أحرف الغنة المتحركة؟ ما، نو، نا. وتخلص من ذلك الثقل بإيه؟ بإحدى طريقتين. الأولى الروم، تأمننا، ما لك لا تأمننا على يوسف، بس خفض في سرعة، خفض في سرعة، الصوت بيصير أوطى شوي وإيه؟ أسرع. وذلك بإبقاء ضمة النون الأولى وخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف. ما لك لا تأمننا، ما لك لا تأمننا. الطريقة الثانية الإشمام، وذلك بتسكين النون الأولى وإدغامها في الثانية مع ضم الشفتين. ضم الشفتين بده يكون مقارن لمين؟ للغنة الممطوطة، للنون الأولى الممطوطة. انتبهنا؟ من غير صوت. هالضم هذا ما في صوت ضمة، هكذا انظروا لو سمحتم، تأمنا على. لو في جنبي إنسان بصير بقلبه ما يسمع شيئا، يعني ما يفرق بين تأمنا على وبين تأمنا على، بالنسبة له الصوت واحد من غير صوت، بعيد البدء بنطق النون المدغمة ومقارنا لمين؟ للغنة المطولة. طيب نشوف إن شاء الله في فيديو إن شاء الله يزبط. هذه التلاوة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. مرة ثانية. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. بارك الله فيكم. الاختلاس سمعتك يا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. ما لك لا تأمننا على يوسف. ما لك لا تأمننا على يوسف. كأنك عم تقول تأمننا بس أسرع شوي ووطي صوتك بس. ماشي؟ بالنسبة للضبط يقال في الإشارة في المصحف الشريف ما قيل في الإمالة. كانوا يشيرون لها بنقطة حمراء مسدودة الوسط في الماضي، صاروا بعدين يشيرون لها بإيه؟ بالشكل المعين. هلأ من جديد راجعين لإيه؟ للشكل القديم.